ايه رأيكم لو اتكلمنا عن الثقة بالنفس؟ وان الثقة بالنفس لو بدأنا الأول نقول ايه اللي هز ثقتنا في نفسنا، علشان بالتالي نكملها بالصفات التانية. اللي هز ثقتنا بنفسنا طبعا، أكيد أهلنا زمان لما كانوا بيقولوا لنا لا شوف فلان أحسن منك، لا شوف اعدل تصرفاتك. هم حرصا منهم. دي أول حاجة. تاني حاجة عدم اكتسابنا لمهارات جديدة بيخلّينا الثقة في النفس بتكون مهزومة أو مهزوزة، يعني عمرها ما تتهزم إن شاء الله. فإزاي ننمّي ثقتنا في نفسنا؟ فإحنا هننمّي ثقتنا في نفسنا عن طريق إيه؟ أول حاجة لازم نكتسب مهارات جديدة. كل ما عندنا مهارة جديدة كل ما كان إيه، ثقتنا في نفسنا أفضل. حاجة كمان، طبعًا المكان جميل أوي ومخلّيني يعني مشتتة، بس مشتتة في إني أسترسل في الحديث، لكن حابة أوي الجو، ويا سلام لو شُفت الطراوة. تاني حاجة نبطل نقارن نفسنا بأي حد تاني. يعني لو قارنا نفسنا بأي حد تاني هنحس ان هو لا، هو احسن مننا، لاننا هنقارن الصفات الايجابية اللي موجودة فيه بالصفات السلبية اللي موجودة فينا. فعشان كده نبطل ان احنا نقارن نفسنا بأي حد تاني. نقارن نفسنا بنفسنا، ان انا الفترة اللي فاتت كنت ايه، كان ناقصني ايه، والفترة اللي جاية انا ايه، انا زودتها. فكل ما بزود شوية كل ما بدعم ثقتي بنفسي. اللي ما عندوش ثقة في نفسه دايما بيخاطب نفسه خطاب سلبي، ما بيخاطبش نفسه ابدا خطاب ايجابي. يعني ايه؟ يعني ما بيقولش لنفسه ان هو خلي بالك انت صفتك في النواحي دي جميلة، او انت شاطر في الكمبيوتر، او انت شاطر في السباحة. لا، بينقي نقاط الضعف اللي موجودة فيه يقول انت فاشل، انت مش هتحقق حاجة ابدا. فهو ده خطابه السلبي لنفسه، هو اللي بيؤدي إلى إن هو ما يبقاش واثق في نفسه. عارفين يا حبايب قلبي، ما فيش حد فينا اتولد وهو واثق في نفسه، ولا هو مثلا مش واثق في نفسه. دي الحاجات دي لما احنا كبرنا بقينا نقول ده واثق في نفسه وده مش واثق في نفسه، او فعلا بيحصل اني انا ابقى واثقه في نفسي او اني مش واثقه في نفسي. وعلى فكره الثقه بالنفس دي مفيش حد بقى ايوه احنا بنمشي بقى يعني تشوفوني تقولي ايه ده واثقه في نفسها، لا. لكن ده في حاجات ببقى واثقه في نفسي فيها 100%، وفي حاجات لأ. يعني كل الناس مثلا لو جينا لسباح هو واثق في نفسه قوي في المية، انما بره المية قعدوا على مثلا اجهزة كمبيوتر، لا مش عارف، ما هو متدربش عليها. او واحد ما شاء الله هو مدير وحاجات كبيرة، بس تعالى هاتوا ناحية المية عنده رعب، عنده فوبيا من هو صغير. فخلاص يبقى الثقة بالنفس دي بتبقى مش في كل حاجة الإنسان بقى واثق، وبس لازم إن احنا نتقبل العيوب بتاعتنا. مش أنا عندي قصور في كذا يبقى الدنيا تتقلب ومش عارفة إيه، لا، احنا بننميها بالراحة واحدة واحدة.